قفشه كان عنده ازمه في الفتره اللي فاتت مع جمهور النادي الاهلي، يقلع التيشيرت بيحطه على راسه ورايح يحيي جمهور الاهلي كما لو انه عايز يقول لهم على راسه من فوق، الاهلي على راسه من فوق وانتوا على راسه من فوق، وما احبش ازعلكم ابدا، وما احبش في يوم من الايام يبقى في ما بيننا وما بين بعض حاجه. اللقطات اللي شبه كده بتبقى مهمه لان هي بترسخ في ذهنيه الجماهير باستمرار انه ما فيش حاجه اكبر من الاهلي. مفيش عمر الناس تاريخ كبير جدا 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 بيتعمل، اللي بيعمله هو ذكاء جدا رائع. جدا. تعبير رائع جدا. قفشه كان لازم يعمل كده، وانا يمكن قلت قبل كده في البرنامج مفيش جمهور الاهلي ما بينفعش معاه غير ان انت تقول انا اسف. وعملها في الوقت اللي مسجل فيها هدف الاول، هدف الافتتاح، وده مهم جدا بالظبط كده. في حاله الرضا حاله ان انا قبول موجوده. نعم. فرد الفعل هيبقى كويس. قفشه نعم. برافو عليه بصراحه، وهو ده اللي انا متعود عليه دايما من قفشه الحقيقه، انه يكون عنده من الذكاء في التعامل مع الامور دي. طيب